الزواج تقاليد معروفة في كل مكان في العالم، لكن مش دايما بتتم بالطريقة اللي احنا متعودين عليها. في بلاد وقبائل كتير ممكن تلاقي عادات وتقاليد غريبة جدا بخصوص الزواج، حاجات هتخليك تستغرب وتحس انها غير مألوفة. في الفيديو ده هنتعرف على أغرب تقاليد الزواج حوالين العالم، واللي بعدها قديم ومرتبط بثقافات محلية، وبعدها جديد وبيظهر بشكل مفاجئ. عند قبائل الإسكيمو اللي عايشين في المناطق القطبية الشمالية في حاجات غريبة جدا متعلقة بالزواج. في بعض الأماكن هناك بيكون عندهم عادات تبادل الزوجات لفترة محددة، وده مش بدافع الخيانة، لكن عشان بيلاقي علاقات صداقة قوية ما بين العائلات. والفكرة هنا إنهم بيعتبروا ده جزء من التألف الاجتماعي. في بعض المناطق الريفية في كازاخستان في تقاليد غريبة جدا، وهو خطف العروس. الموضوع ده كان بيرجع للعصور القديمة جدا، وكان بيتم وقتها بسبب الظروف الاقتصادية أو العائلية، لكن دلوقتي العملية بقت مجرد تقاليد بتتم بطريقة رمزية أكتر. العريس بياخد العروسة لبيت أهلها، وبعد كده بيبدأ النقاش مع العائلات على شروط الزواج. في بعض الأماكن في الصين القبائل هناك عندهم عادة غريبة جدا، وهي الزواج بالتجربة. الفكرة إن العريس والعروسة بيعيشوا مع بعض الفترة قبل الجواز الرسمي، بيشوفوا إذا كانوا متوافقين مع بعض ولا لأ، ولو الأمور مشيت كويس بيتجوزوا، لكن لو حصل مشاكل بيتفرقوا بدون أي التزامات. وده نوع من التجربة اللي بتسهل الأمور قبل الجواز. في قبيلة التوجي في الصين العروسة بتقضي شهر كامل قبل يوم الزفاف في البكاء. الغريب إن الموضوع ده تقاليد قديمة جدا، وكل يوم بتقعد العروسة تبكي لمدة ساعة، وبعدين شوية بتنضم لها أمها، وبعدين باقي السيدات في العائلة. الفكرة هنا إن البكاء ده مش دليل على الحزن، لكن دي تقاليد بتتم كنوع من التبريك للزواج الجديد. في بعض القبائل في غرب افريقيا زي قبائل الفولا الزواج هناك مرتبط بمهرجان كبير اسمه جيبيلا، واللي بيكون فيه العريس والعروسه جزء من عرض ضخم امام القريه كلها. العريس والعروسه بيلبسوا احسن لبس عندهم، وكل واحد فيهم بيحاول يثبت نفسه انه الاجمل في العيله. العرض ده بيتم بطقوس كتيره مرتبطه بجواز القبيله. في قبائل تبيت العادات دي معروفة بأنها غريبة جدا عندهم. تقاليد إن الدبلة اللي بيحطها العريس في إيد العروسة بتكون مربوطة بحبل طويل، وبيتم تعليق الحبل ده في سقف البيت. الفكرة هنا إن الحبل ده بيكون دليل على ارتباط العيلتين، وطول الحبل بيعبر عن العمر الطويل والسعادة اللي هيعيشوها مع بعض. في بعض المناطق في الهند خصوصا في المناطق الريفية القديمة كان عندهم تقاليد غريبة جدا في الجواز. العروسة كانت بتتجوز نبات زي شجرة أو أي نبات تاني قبل ما تتجوز العريس الحقيقي. الفكرة هنا إن ده كان بيديهم اعتقاد إن الجواز ده بيخلص العروس من أي لعنة ممكن تكون عليهم، وبيجهزها للجواز الحقيقي. في غينيا الجديدة في تقاليد غريبة جدا، وهو إن العائلات بتتبادل العرسان. يعني لو العيلة عندها بنت بيجيبولها عريس من عيلة تانية، لكن العيلة التانية لازم تقدم بنتها كعروس لعيلة العريس. الموضوع ده معمول عشان يضمن توازن ما بين العائلات الكبيرة، وعلشان يحافظوا على العلاقات الاجتماعية بينهم. في قبيلة الماساي في كينيا الزواج مش بيتم بسهولة. العريس لازم يثبت إنه يستحق العروسة عن طريق سلسلة من المسابقات اللي بيختبر قوته وشجاعته. من بين الحاجات الغريبة دي إن العريس لازم ينط المسافة طويلة قدام العروسة والعيلة كلها، ولو فشل الزواج بيكون معرض للفشل. في بعض القبائل زي السامبورو في شرق افريقيا العريس بيكون مضطر انه يقاتل اسد قبل ما يتجوز. التقاليد دي بتعتبر دليل على شجاعة العريس وقدرته على حماية العيلة في المستقبل. الفكرة هنا ان الاسد بيعتبر رمز القوة، والعريس لازم يثبت نفسه انه يستحق الجواز عن طريق التغلب على اكبر تحدي في الحياة البرية. بس كده، وهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب تكون عجبكم الفيديو. شكرا لكم.